السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. راح نشتغل اليوم صدر دائري أو ياخة للقميص بشكل مبسط وجميل، أو اللي تسمى الكولة في بعض البلدان. طبعا أنواع يعني النقشات تجي بيها، بس هذا أبسط طريقة خاصة للمبتدئات. تنفع تسووا صدر دجاجة بخيوط ناعمة وخفيفة. هنا اليوم راح نبدي بنموذجنا إن شاء الله. أول ما نجي لازم نقيس الرقبة، داير الرقبة نخلي الأولتشي أو القياس، ونقيس شقد يعني راح يطلع عنا عدد الغرز حسب السنتيمات. نبدي بمضاعفات العدد 4، يعني لازم نعد 1 2 3 4 ونرجع 1 2 3 4 لحد ما نوصل القياس المطلوب، لأن ضروري هنا مضاعفات العدد 4 راح تتقسم عليها يعني النقشة أو الغرزة. أول ما راح نشتغل السطر الأول هو أعمدة، راح تكون عندنا عمود بلفة، ويصير تغيرين اللون حسب الرغبة. راح ارتفع 3 سلاسل، 3 سلاسل ارتفع وادخل بالغرزة الرابعة. هذا راح يكون يعني عندي الفتحة مالت الدقمة. ادخل بالغرزة اللي بعدها واشتغل عمود بلفة. معروف العمود بلفة اللي ندخل السنارة بالغرزة ونسحب خيطين خيطين. طبعا راح نكمل هذا السطر للنهاية، نشتغل عمود بلفة. هنا كملت السطر. بالنهاية راح ارتفع 3 سلاسل عمود الارتفاع، وهذا راح يكون بمثابة العمود، يعني ما راح اهمله. اترك غرزة وادخل بالعمود الثاني واشتغل حرف الفي. حرف الفي متكون من عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة، وراح اترك غرزة واشتغل عمود بلفة. بعدها اترك غرزة واشتغل حرف الفي اللي هو عمود لفة بلفة وسلسلة عمود بلفة. راح يكون عندي هذا السطر كله عمود وحرف الفي اللي هو متكون من قلنا عمود سلسلة عمود. كملنا السطر للنهاية ما بشي، وهذه راح اتركها قلنا بالاخير للدقمة اللي نخليها او شريط بكيف حسب الرغبة. ارتفع 3 سلاسل وادور الشغل. هنا راح فوق ادخل، اعتبرت هذا العمود الارتفاع 3 سلاسل ودخلت داخل الحرف الفي، اشتغلت عمودين سلسلة عمودين. هنا راح ابدي اوسع الصدر او الياخة. هاي عمود الثاني، راح تتكون عندي هاي الصدفة اللي هي متكونة من عمودين سلسلة عمودين. يجي وراها مباشرة العمود الثاني اشتغل عليه عمود، بعدها بداخل حرف الفي عمودين بلفة، هذا العمود الثاني، سلسلة، عمودين. يعني راح يكون نظام هذا السطر عمود عمودين بلفة سلسلة عمودين، تتشكل عندي صدفة. بثالث سلسلة ارتفاع ادخل واشتغل عمود بلفة، اكون نهيت هذا الصدر. ارتفع 3 سلاسل وادور الشغل. هنا أنا ممكن اكرر هذا السطر مرتين 3 حتى للتوسعة اللي تريده، او لحد هذا يعني يكفي. انا هنا راح اكرره مرتين
حسب العرض، إذا كان أصغر تخليه بس مرة لأن راح يجينا ورا غير شكل. فهذا نفس السطر الأول الثاني العفو كملناه. اشتغله نفس الشغلة، يعني عمود عمودين سلسلة عمودين. هذه راح تتكون عندي الصدفة. هنا أنا أدخل بثالث سلسلة ارتفاع وأشتغل عمود بلفة. هنا هاي الخطوة ما ننساها لأن راح يطلع الشغل يعني ما مضبوط. هنا أرتفع 3 سلاسل مباشرة، أروح على ما بين الصدفة وأشتغل هنا عمودين 3 أعمدة العفو وسلسلتين و3 عمود بلفة. راح تتكون عندي صدفة 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة. وهذا همينة نقدر نكرره يعني لحد السطر الثاني والسطر الثالث نقدر نكرره مرتين 3 للتوسعة. تريدين تسوي فستان، تسوي مثلا صدر أكبر مال ديداش يعني حجم أكبر نقدر، لكن بس السطر الأخير ما راح نقدر اللي هو المروحة ما نقدر نكرره. هذا هنا أنا راح أكرره مرتين، يعني مرتين كررته. هنا سلسلتين عمود بلفة 3 بنفس الصدفة راح تكون عندي 3 عمود بلفة سلسلتين 3 عمود بلفة وبعدها عمود. هذا اللي قصدته نقدر نكرره ونسوي أعرض وأكبر. تكرر عندي مرتين هذا السطر، يعني مرتين كررت السطر الأول والسطر الثاني، يعني لو تخلين ورقة وقلم وتكتبين يتكرر عندي السطر الأول مرتين والسطر الثاني مرتين، يعطي وسع وجمالية ويبين الشغل يعني أكثر. وهاي كالعادة بالأخير يعني راح ندخل بثالث سلسلة ارتفاع ويكمل عندي السطر. ارتفع 3 سلاسل وأدور الشغل. هنا أنا راح أنهي للشغل، يعني اللي هنا كافي. راح أبدي أشتغل بالفتحة مالت الصدفة 7 عمود بلفة اللي هي راح تشكل لي المروحة. نهاية الشغل هاي 1 2 3 4 5 6 وهذا السابع. هاي شكلت عندي المروحة. هذه نهاية الشغل، تعطي جمالية أكثر. وأروح على العمود أشتغل عليه نفس الشي عمود بلفة، وأروح على الصدفة وبداخل الصدفة أشتغل 7 أعمدة راح تشكل لي المروحة. طبعا الألوان حسب الرغبة، اللي يرغب كل الألوان اللي ترديها لونين تصير يعني الحافة مال الصدر والنهاية مالتها من تصير يعني جمالية، تعطي أكثر. تزينيها مثلا بخرز ليلو هم تعطي جمالية أكثر. هنا الفن يرجع إلك يعني وتبدعين بها انت وشغلك. هاي مثل ما قلنا يعني ينفع صدر مال جداشة كلش حلو، وإذا كان يعني حتى للصيف يشتغل، بس الخيوط البريسم الخفيفة الناعمة لأن وتكون أو قطنية حتى ما تأذي ما تكون حارة. هنا أنا أخذت غرزة الأمان وكملت عندي الياخة. راح أنظف
الطريقة المعتادة. أما بالخيط يعني عفوا الإبرة والخيط، يعني إبرة الكروشيه شوية تكون أكبر، وبداخل الخيوط أخفي الخيوط اللي طالعة. أني أسويها بالسنارة عادي. وهذه الفتحة مالت الدقمة، أو أي ليلو تخلين شريط، هاي بكيف حسب الرغبة. وهاي النموذج الثاني، هاي شوية خليت لهم يعني فد بولك وخرز، يعني هاي حتى تشوفين شلون انتي تبدعين بها. ان شاء الله اليوم يكون عجبكم الفيديو وينال رضاكم. في امان الله وحفظه.